همسة لقلبك. وبعيد عن كل حاجة هنبدأ خطوة بجد، مش مجرد كلام وخلاص. اتكلمنا كتير وقلنا كتير ولسه واقفين في مكاننا وما بدأناش حتى التفكير. ازاي بعد كل ده لسه ما أخدتش خطوة تغير بيها مسار حياتك؟ بداية التغيير لما تحط خطة تمشي عليها. بداية التغيير لما تكسر حاجز الخوف اللي جواك. غير وضع مش عاجبك في حياتك، غير شغلك اللي مش مرتاح فيه، غير نمط حياتك اللي محسسك بالملل. على فكرة التغيير مش معناه التدمير. فرق كبير قوي اني اغير حياتي واعدلها واني ادمر حياتي واهدها. قولي كم مرة فضلت مستسلم لوضع مش عاجبك من غير ما تاخد خطوة ايجابية؟ قولي كم مرة فضلت تستحمل كلام يضايقك على امل ان اللي قدامك يحس لوحده انه بيضايقك من غير ما تتكلم وتحسسه قد ايه هو بيضايقك؟ قولي كم مرة تقبلت امور مش راضي عنها من غير ما تعترض وتقول رأيك؟ مواقف كتير قوي في حياتنا بنقف ونتفرج عليها ولا كأنها حياتنا اللي بتخصنا. صحيح الواحد ممكن يستحمل ويقدر ويحاول انه يتقبل وضع مش عاجبه، وده اكبر غلط. واجه وقول وعرف اللي قدامك على اللي بيضايقك ويزعلك ويغير مزاجك. عرف انك استحملت وخلاص مش قادر تستحمل تاني. قول لازم نحاول اننا نخلي حياتنا تنجح، مش هينفع اقوم لوحدي بالدور ده. الحياة مشاركة عشان ننجح فيها. حياتي الأسرية مشاركة بيني وبين أهل بيتي، وحياتي العملية مشاركة بيني وبين زمايلي، حياتي الخاصة مشاركة بيني وبين أعز الناس لقلبي. علشان تنجح أي حياة لازم تكون المشاركة صح. لازم كل واحد يقوم بدور اللي المفروض يقوم بيه علشان الحياة تستمر بنجاح. لما كل واحد يقول للتاني على الحاجة اللي بيحبها هنقرب المسافات وهنفهم بعض. لما كل واحد يقول للتاني على لغة الحب اللي تنفع معاه هنفهم بعض أكتر ونقرب أكتر. لما يكون في لغة حوار بينا هنقدر نعرف ايه الحل اللي لازم نقوم بيه علشان حياتنا تستمر بنجاح. ولو اتكلمنا على الحياة الأسرية بصفة خاصة يبقى أهم حاجة لازم أناقشها مع شريك حياتي ازاي مع بعض نخلي حياتنا أحسن. صحيح مش كل الناس زي بعض، بس هنحاول، والبداية الصح دايما المحاولة المستمرة إننا نفهم بعض. وبيفضل السؤال اللي بيجي في بال كل واحد فينا، هو بعد العمر ده كله لسه في ناس عايشين مع بعض ومش فاهمين بعض؟ والإجابة للأسف كتير قوي بيكتشفوا بعد مدة مش قليلة انه لسه مش قادر يفهم اللي معاه. ومن هنا بنقول لازم يبتدي الكلام عشان نفهم بعض. مش مهم اني لسه ما فهمتش اللي قدامي، الاهم اني احاول افهم علشان اسعد نفسي واسعد ايامي واسعد حبايبي اللي مشاركيني حياتي. لغة الحب اللي بتعامل بيها هي اللغة اللي انا بحبها، لكن مش شرط تكون لغة الحب للي قدامي. لازم افهم اللي قدامي بيحب ايه عشان اتعامل معاه باللغة اللي بيحبها، وهو كمان يفهمني ويعاملني باللغة اللي بحبها علشان نقدر نحافظ على حياتنا. التغيير في حياتي للأفضل بدأت بفكرة، وبعد الفكرة التفكير، وبعد التفكير محاولة التغيير. لازم أغير فكرة إنه خلاص عدى العمر ومش هينفع أغير اللي قدامي. هغير فكرة إني هقبل الطريقة اللي بيكلموني بيها وأنا مش بحبها ومش متقبلها. هغير فكرة إني هقبل بوضع مش بحبه. هغير فكرة إن حياتي لازم تستمر زي ما هي من غير ما أجدد فيها. هغير فكرة إني هفضل زي ما أنا. عارفين الفكرة فين؟ إن الواحد تفكيره بيتغير فعلا، بس الناس مش بتتقبل إني اتغيرت بسهولة. بيفتكروا إن الواحد هيفضل زي ما هو طول عمره، وده للأسف فكرة خاطئة. كلنا بتغيرنا المواقف والظروف والأحداث اللي بنمر بيها، بس لازم نفهم إن تغيير شخصيتنا حاجة وإننا نغير حياتنا دي حاجة تانية. أنا ممكن أتغير لكن أفضل متقبل حياتي زي ما هي، مستحمل أوضاع وظروف وضغط على نفسي من غير ما أعمل خطوة إيجابية، وده هيخلي الوضع أسوأ. أما إني أوضح وأقول للي حواليا إن خلاص في حاجات لازم يعرفوا إنها اتغيرت، وإني مش هقبل إلا إنكم تفهموني وتعاملوني زي ما أنا بحب، وأنا كمان أحاول أفهم اللي حواليا وأتقبل تغييرهم وأحاول أفهمهم. وهي دي بداية التغيير. اعمل خطوة إيجابية في حياتك، ولازم نفهم كويس قوي التغيير مش معناه التدمير. غير حياتك وقول يا رب. همسة لقلبك.